الايقاف القيد رقم 14. وايه يعني؟ وايه يعني؟ 13 من 14 من 15 من 20 مش فارقه. 4 مليون من 5 مليون دولار مش فارقين. مجلس الاداره نايم. مجلس الاداره قال، الكابتن حسين لبيب شفاه الله وعافاه، قال لك ايه؟ قال لك لو في خرم في المركب احنا هنسده. وصلوا 14 خرم، وصلنا رقم 14. انت ناوي تسد امتى يا كابتن يا حسين يا لبيب؟ لما يوصلوا للايقاف كام، او يوصلوا للخرم رقم كام؟ نفسي يعني فهمنا بقى. فهمنا احنا فاضل لنا كام خرم عشان نقفل نسد بقى امها. عايزين نسدها بقى. عايزين نسد ام الاخرام اللي مش عايزه تخلص دي. تقريبا الفيفا كده بتشتغل علينا احنا بس. خلاص احنا بينا ماركة مسجلة عندهم. كل يومين ايقاف قيد. 13 14 والله اعلم ال 15 امتى، وال 16 وال 17. هو احنا عندنا كام قضية؟ كام لاعب وكام مدرب مشتكينا؟ انا مش فاهم. أمة لا اله الا الله مشتكيانا في المحكمة الدولية. ايه يا جدعان؟ طب فاجئونا بقى. احنا كده وصلنا 14. فاجئونا. فاجئونا. فاجئونا بقى ان انتوا كده جايه بالجمله كده برأي يعني. تاخدوا الباكج كده مره واحده وتخلصوا كل حاجه. ما احنا مش هنبدأ موسم جديد بإذن الله لما نخلص من الموسم ده. ويا رب بحق اليوم النهارده وبكره والرعد والبرق والمطر، الزمالك بطل الدوري وبطل الكونفدرالية وأي بطولة يشارك فيها. وبإذن الله ربنا يستجيب لدعانا، عشان احنا تعبنا واحنا يعني اتظلمنا. واللي كان هيتعمل فينا، اللي كان مخطط ان هو يتعمل لنادي الزمالك وعشان يوقع نادي الزمالك، اهو بيترد في الناحية التانية. بيترد في الناحية التانية. خروج من كاس مصر، خروج من الرابطة، خروج من افريقيا بفضيحة. وبإذن الله هيفضل مركز ثالث في الدوري وياخد على عينيه والجماهير والكل بيهاجم مجلس سواد. عندهم سواد. فيا كابتن حسين، ماشي، الايقاف كده رقم 14 15 16. بس اخر الموسم لازم يبقى في حل. عشان لو ما فيش حل احنا بقى، معلش لو مؤاخذة في الكلمة، مش قادر انطقها. هنعمل لكم خرام بجد.